السلام عليكم. اليوم غنديروا رغيفات بالفينو وشويه السميده والفورص. نديروا جوج زلافات ديال الفينو، زلافه ديال السميده وزلافه الفورص. غنحتاجوا شويه السنيده وشويه الخميره المعجونه، كذلك واحد معلقه صغيره ديال شويه ديال الملح يعني على حسب الذوق، وواحد المعلقه ديال الخل. هذا هو السر ديال هاد الرغيفات اللي كيجيو رائعين جدا. كيجيو خامرين شويه يعني ما كيضروش المعده، كيجيو لذاذ وصحيين الصراحه، كيجيو شهوه منهم. تبعوا معايا لا فيديو باش غتشوفوا الطريقه باش غادي نعجنهم، وغتشوفوا الاسرار كاملين معايا في هذا الفيديو هذا. دابا غناخذوا شويه الماء دافي كيف كتشوفوا، وغادي نجمعوا العجينه ديالنا باش غنوجدوا هاد الرغيفات اللي هما قلت لكم صحيين، مكونين من الفورص والسميده والفينو. غنخلطوا كلشي كيف كتشوفوا معايا. الصراحة هاد الرغيفات كيجيو رائعين جدًا. خديت الفينو ديالي وشوية الماء دافي، ودابا كنجمع في العجينة ديالي بهاد الطريقة كيف كتشوفوا. كنحاولوا أن نديروها قاصحة شوية حيت غندلكوها، ما غاديش نخففها في الأول. غنستمر في جميع العجينة ديالي حتى تجمع ليا، ومن بعد غادي ندلكها مزيان حتى تطرطق. عاد غنبداو نقرصوا فيها الكويرات ونخليهم يرتاحوا. دابا من بعد ما جمعات ليا دابا غنبدا ندلكها. الرغيفات كيصبروا في التلاجة وكيصبروا كذلك في المجمد، يعني كيصبروا الصراحة بزاف ماشي شوية. دابا غادي نكمّلوا هاد الرغيفات ديالنا كيف كتشوفوا معانا في الجميع، وغادي نكمّلوهم في الدليك، خصهم يدلكوا حتى يطرطقوا. غنستمر في الدليك كيف كتشوفوا معايا. خاصها تدلك مزيان، مزيان، لأنه كت آه، كتبغي الدليك مزيان، لأنه المسمّن هو الدليك صراحة. إلا تدلك مزيان كيجي ناجح وكيجي مورق، وإلا ما دلكش كيجي معلّك وكيجي بحال قلتو إلاستيك. هذا دليل على أنه ما معجونش. العجينة بدات كتطلق ليا في يدي، حسيت بالعجينة بدات كترطب معايا، يعني بدات كتنجح معايا. بدات كطرطق شوية، يعني باغي غنزيدها شوية الخدمة، ولكن الحمد لله هي دابا مريت من المرحلة الأولى، يعني العجينة بدات تطوع لي في يدي. العجينة بدات كطرطق معايا، صافي دابا غادي ناخد العجينة ديالي وغادي نديرها نخلي نقرصها ونخليها ترتاح.
من بعد ما قرصتهم غنخليهم يرتاحوا وغنرجعوا باش غنشكلهم إن شاء الله. ضروري ما يرتاحوا، لأنه ملي كيرتاحوا كيطيحوا لينا في يدينا وكيتسرحوا معنا بسهولة، وهذا هو السر ديال النجاح ديال الرغيفات ديالنا كيف كتشوفوا معانا. دابا من بعد ما غنشكلهم مربعات وغنرجعوا. هادو هما المسمنات ديالي، ربعتهم كيف كتشوفوا بالطريقه العاديه الكلاسيكيه ديالنا، ودابا خليتهم يرتاحوا على ما تسخن ليا المقله باش غادي نكرسهم ونطيبوهم ان شاء الله. دابا غناخد المسمنه الاولى اللي شكلت، هي الاولى هي اللي غنكرسها، غنربعها نحاول نخليها متوسطه، نحاول نكرسها من الوسط مزيان ما تبقاش غليظه، وغادي نربعها وغادي دابا سخنات المقله ديالي. انا عندي مقله كبيره يعني كندير فيها حتى 4 5 المسمنات في دقه واحده، يعني كتساعدني على انني نطيب بسرعه. اولا اللي عندها شي قريه اولا شي حاجه راه كيساعدوا باش ما كنتعطلوش. اللي كانت بقيله صغيره كنبقاو نديرو وحده بوحده، كتاخذ لنا الوقت وكنملوا. فالاحسن اننا نستعملوا شي حاجه كبيره اللي كتسهل لنا الطياب، وكنساليو هاد المسمنات كنطيبوهم في رمشه عين. صافي المسمنات ديالي هما هادو، ها نتوما كتشوفوا مجمرين، تنفخوا ليا كيف كتشوفوا، ولا تنفخوا دليل على ان المسمن ديالي ناجح 100%. صراحه ديك المعلقه الصغيره ديال الخل صراحه كتعطي واحد الهشوشيه زوينه للمسمن. غير جربوه معايا صراحه كيجي رائع، كيجي مجمر محمر كيف كتشوفوا معايا. يستحق التجربه الصراحه. مكوناته بسيطه، وديك السميده كتعطي واحد البنه غزاله، يعني كيجي مرمل بحال الا حرشه مسمن. فدابا غادي ندوزو لطبق التقديم. هادو هما الرغيفات ديالي كيف كتشوفوا كيجيو زوينين محمرين مجمرين، كيجيو لذاذ، كيجيو فحال الحرشه يعني منفوخين شويه، ماشي كيجيو رقاق اولا مزيتين، بالعكس. كنأكد انكم ما تسقيهمش بالزيت بزاف فوق المقله، يعني خليهم يطيبوا غير في الزبده والزيت ديالهم. حاولوا انكم ما تكثروش الزيت في المسمن باش ما كيجيش ثقيل وكيجي خفيف وكيجي لذيذ. صراحة أنا كنطيبو غير في الزيت ديالو اللي كيكون فيه والزبدة اللي كتكون فيه، ما كنرش نهائيًا. إلا المقلة كتلصق غادي ترشيها في الأول، إلا المقلة ما كتلصقش تفاداو الزيت نهائيًا في الطياب، لأنه هو اللي كيخسر لكم المسمن وكيجيكم المسمن ما مورقش. دابا غنقول لكم بالصحة والراحة هاد المسمنات هادو. صراحة رغيفات يستحقوا التجربة، زوينين بزاف، غير جربوهم وديروا هاد المكونات اللي أنا عطيتكم راه غتنفع